خدنا الحته بقى تانية، ان احنا زي ما احنا واخدينها بالتدريج، خدنا الاطفال بعدين البنوته كبرت، بعد كده ربنا كرمها واتجوزت وحملت. طب دلوقتي في بعض السيدات بيبقى عندهم الهاجس بتاع ان انا دلوقتي حملت وانا حامل، ما اظنش ان مش عارف تصححوا لي المعلومه، انا ان في حاجه اسمها ان انا اخس وانا حامل، ولا او نظام غذائي للحمل، ولا ده بيبقى له علاقه بالصحه العامه مش موضوع التخسيس، عشان بتبقى خايفه انها هي مثلا كان وزنها مظبوط، حملت، خايفه بعد الحمل وتولد تلاقي نفسها بقت حاجه تانية. هو احنا في نظام تغذية للسيدة الحامل، أيوة. لكن احنا مش هنخس، آه. احنا هنزيد زيادة البيبي، يعني يعني اللي هو في حدود من 8 ل 12 كيلو. ايوه في نهاية شهور في الحمل، شهور الحمل بالظبط. بحيث انها تطلع بعد الولادة يبقى يا اما في حاجة بسيطة شوية نفخة بسيطة في الجسم 2-3 كيلو، او ترجع للوزن لوزنها الاصلي الطبيعي بتاعها بدون كمان مشاكل صحية. يعني المفروض هي تمارس تغذية سليمة خلال ال9 شهور. أيوة. عشان توصل لمرحلة ان هي بعد الحمل ما تبصش تلاقي شعرها بيقع، سنانها بتتكسر، أيوة، عظمها متدغدغ، اغلب الناس كده. اكتئاب ما بعد الولادة، ده احيان كتيرة بيبقى فيه نقص واللي فيتامينات، هي وعلامات السلوليت والعلامات اللي بالظبط كلها، كل ده ارتخاء في الجلد، ارتخاء في ترهلات. العضلات، وشها عجز، احساسها النفسي ان هي مرهقة على طول وتعبانة ومفيش باور ومفيش طاقة. كل ده بيرجع لتغذيتها اثناء شهور الحمل. يعني ما تنساش نفسها او ما تعتمدش بس على المكملات الغذائيه وعلى الفيتامينات والمعادن اللي هتاخدها. يبقى دور التغذيه برضو العلاجيه مهمه اثناء شهور الحمل عشان صحه، بالمتابعه مع متابعه دكتور النساء طبعا متوازي يعني معاه. تمام. الا كان لو في حالات معينه برضو طبعا. لو الحاله زادت قوي عن الوزن فده مخليها تبقى عرضه ان سكر يجي لها سكر حمل، أيوة. او ضغط حمل، او ضغط بيسموه تسمم الحمل، الدكتور خايف ندخل في بري اكلامسيا تسمم أيوة. حمل. تسمم الحمل فساعتها دكتور النساء بيعمل لها دايركشن، يوجهها يقول لها حاولي يعني تظبطي السعرات اللي تتابعي مع دكتور مع نظام صحي عشان يظبط لك نظام غذائي عندها، عشان حتى ساعه الولاده تمشي الولاده بطريقه سموث، ما فيش اي مشكله خالص. بالظبط. طيب دكتوره نيفين، دلوقتي هي بقى دلوقتي ربنا كرمها ولدت، موضوع الرضاعه في برضو ناس بتقلم، يعني يقول لك انا نظام تغذيه، او مثلا برضو يبقى تيتا ليها رول يعني في الموضوع ده، تقول لها يا بنتي طالما ولدتي لازم بقى تاكل، وتضغط عليها في الاكل عشان بترضعي انت دلوقتي بترضعي، فلازم تاكلي كويس، فتلاقيها في فتره الرضاعه دي برضو زادت جدا في الوزن. هل برضو الناس اللي بترضع رضاعه طبيعيه ليهم نظام معين؟ هو فعلا احنا على فكره كنا زمان بنشوف الحالات دي فعلا مع الاوفر فيدنج، يعني كنا بنشوف سيدات كتيره جدا مع رضاعه بتزيد في الوزن، بس بدا يبقى دكتور ناردين في وعي دلوقتي، يعني حتى الرد قل في العيادات. بالعكس بقت السيدات تيجي تقولي انا عايزه اعرف بقى اعمل ايه من اول شهر، علشان لا حجم اللبن ما يقلش، ولا انا في نفس الوقت البيبي بتاعي ما يتاثرش النمو بتاعه. أيوة. ولا انا كمان ازيد. بدا يبقى في استشاره. ففعلا هي مهمه ان تبقى عارفه ان هي مهمه شرب السوائل بالنسبه لها، اكل الخضار، اكل الحاجات اللي فيها مينرالز وفيتامينز، الحاجات اللي هي كلها هيلثي، هو ده الاساس علشان يبقى يزود اللبن، مش سكريات ولا نشويات. ما بيتجهوا في النشويات والسكريات، وتاكلي حلاوه وتاكلي عسل وتاكلي مش عارف ايه، بيركزوا قوي في هو ده اللي بيزود اللبن، فتلاقيها بعد اثناء فتره الرضاعه ما شاء الله تخنت بقى قد وزنها مرتين. في بعض الاعشاب برضو تناولها يعني بيبقى ليه رول برضو في ان هو فعلا بيزود ادرار اللبن عليها في النظام بتاعها، وان لازم في الديلي ريكويرمنت بتاعتها لازم فيها قد ايه على الاقل كوبايتين لبن يوميا، لازم يبقى فيه بيض، الحاجات بنديها كلها المعلومات اللي هي المفيده التغذويه تقدر تفيدها اثناء الرضاعه. طيب تمام.